تعالوا النهارده بقى نعمل القمر الجميل ده. من كوبايه دقيق هتعملي الطبقين الحلوين دول وهتزوقيهم ب5 جنيه شوكولاته. بصي عايزه اقولك مفيش، هي ب5 جنيه شوكولاته، ودول كانوا حبه فارماسيه عندي بس وخلاص على كده، واشتغلت من البيت كل حاجه. هنحط ونشوف المقادير مع بعض. دي وصفه لذيذه وسهله وبسيطه خالص، جميله جميله مش قادره اقولك جميله، يعني عارفه الطعم روعه. يلا بينا نخش في وصفتنا ونشوف ونقول هنعمل ايه. يلا بينا نبدا في الوصفه بتاعتنا. وكده النهارده بقى هنبدا نعمل بسكوته لذيذه وخفيفه وحلوه على قلوبنا. يلا بينا وشوفوا معايا الوصفه الجميله اللذيذه بمقادير سهله وبسيطه ومن البيت واقتصاديه وحلوه وزي العسل. معايا بيضه، البيضه لازم عندي تكون بدرجه حراره الغرفه، ومعايا تلت كوبايه من السكر، تلت كوبايه من الزيت، تلت كوبايه من النشا، يبقى التلت يبقى التلاته زي بعض خلاص. ومعايا ذره ملح، ومعايا نص معلقه بيكنج باودر خلاص. معايا معلقه كاكاو كبيره، ومعايا كوبايه ونص من الدقيق. هنا كده احنا حطينا البيضه اهو. نكمل بقى بقيه الحاجات. هنحط السكر، الفانيليا بتاعتنا، وناخدهم ونضربهم كويس جدا. وهنا كده انا ضربت الخليط بتاعي. فيه بقى اي حاجه تكتلات سكر حبيبات بره بنزله زي ما انت شايفه كده، زي ما انا ما بنزل. هبدا بقى اديله ضربه كمان، وبعد كده هنزل بالتلت كوبايه الزيت. كده الخليط بتاعي امتزج وبقى كويس جدا وضربتهم كويس مع بعض. هبدا بقى انزل عليهم زي ما انت شايفه كده بالتلت كوبايه الزيت بتاعتنا. برضو نفس الكلام، الحركه اللي عملتها من شويه هعملها نفس الكلام، واي حاجه في الجوانب بتاع الخلاط هبدا انزلها واضربها كويس جدا. وهنا بقى بعد ما ضربت الخليط بتاعي هبدا انزل عليه، هنزل بيه في بوله. هبدا انزل معايا بمعلقه البيكنج باودر بتاعتي، وهنزل برشه الملح بتاعتي. وهنا بقى هنبدا ننزل بالنشا بس. اقلب كده تقليبه بس واحده، اخلي الحاجات بتاعت السوائل بتاعتي تمتزج كده شويه مع السائل، الحاجات اللي حطيناها تمتزج مع السائل. هنا بقى هبدا انزل بشويه صغيرين، يعني شويه شويه زي ما انا ما معوداكم كده. في اي حاجه معجنات، اي حاجه احنا بنشتغل فيها مادام فيها دقيق انا لازم اشتغل ما انزلش الدقيق بتاعي كل مره واحده. العجين بتاعي ما ينفعش يتعجن، هو لم بس. اي نواعم بنشتغل فيها ما ينفعش نعجنها. هنا بقى في المرحله دي هبدا اقسم العجينه بتاعتي. انا بعمل مقدار صغير علشان اللي عايز يعمل حاجه كتيره، انا بعمل عشانكم انتوا حاجات صغيره. تمام كده عجينتي خلاص خلصت. انا العجينه دي مش مخمره، هاخدها بقى نحطها في طبق مكان ما عجننا العجينه التانيه. ناخد العجينه التانيه كده وننزلها ونحط التانيه دي في ايه، في طبق ونركنها نشتغل فيها خلاص. هنا بقى العجينه بتاعتي دي هاخد نص معلقه خلاص. طبعا من ضمن الحاجات برضو خلي بالك لازم يكون الكاكاو بتاعك يكون كويس جدا ويكون ناعم عشان تعرفي تشتغلي بيه. هنبدا بقى ايه، العجينه بتاعتي يابسه شويه. هعمل الحركه دي عشان اوريكي بس انا ممكن اعمل ايه. هعمل ايه، شايفه معلقه صغيره من الزيت عشان حبه الكاكاو بيبس لي العجينه. هبدا بقى ادوبها، اشتغل بيها ادوبها كويس، نبدا نشتغل بيهم على طول. هنا بقى العجينه معايا خلاص، انا كده لميتها اهو زي ما انت شايفه كده معايا. عجينه لذيذه وحلوه وخفيفه وجميله جدا. خلاص على كده احنا كده بقى هلمها وهركنها على جنب. هنا بقى انا هعمل ايه، انا هحط لك البديل اللي هتشتغلي عليه لو انت ما عندكش مفرش او ما عندكش اي حاجه، فانا هحط لك البديل زي ما انت شايفه كده. هنجيب معانا حته العجينه بتاعتنا اللي احنا عاملينها القمر مع بعض. نجيب المفرد بتاعي كده نفردها كده شويه، وهقول لك دلوقتي واحنا شغالين مع بعض هنفردها بسمك قد ايه وتكون قد ايه. هنا بقى يا حبايب قلبي شايفين انا فردت العجينه معايا، شايفين السمك بتاعها قد ايه. السمك كده مظبوط خالص، يعني هو تحسي ان هو رقيق، لا علشان انا عايزاها تطلع مقرمشه معايا.
هنا بقى كده هنبدأ نشتغل ونعمل زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نشتغل على البسكوت بتاعنا زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اجيب حتة استريتش تانية معايا وافردها زي ما انت شايفة كده معايا. خلاص ممكن بقى تقطعها زي كده. انا طبعا بحط صباع وبقطع بعديه، واحط صباع واقطع بعديه، على بحيث ان عندي ابقى عارفه ان الصباع بتاعي كله قد بعضه. نشيل بقى وكده ونشوف الصباع بتاعنا عامل ايه. نشيل الزوايد دي. هنا كده بقى انا دهنت الصاج بتاعه زي ما انتم شايفين زيت. هبدا بقى اعمل ايه، ناخد الصوابع بتاعتنا الجميله ونبدا نرصها. وهنا كده بقى نبدا نشتغل. لو عندك زي ما انت شايفه كده تشكيله هبدا بقى من العجينه اللي انا عاملاها، بس انا عامله طبعا التانية رقيقه علشان عايزاها انا محمصه كده شويه. هبدا بقى هشكل بالباقي العجينه اللي معايا، اكمل بيها الصاج ونشتغل في بقيه العجينه التانية. خلاص كده احنا خلصنا دي. هبدا بقى اقطع نفس الكلام زي ما قطعت ده، هقطع القهوه نفس الكلام ونكمل مع بعض. وكده الصاج التاني حبايب قلبي خلص معايا، اللي بالشوكولاته، اللي بيعتبر بالشوكولاته او بالكاكاو تفرحي بيه اولادك. هدخله بقى الفرن على درجه حراره 180 ونطلع ونشوف هيطلع معانا عامل ايه. يلا بينا نكمل ونشوف هنزوقه ازاي كمان. وهنا كده بقى البسكوت بتاعنا بعد ما طلع خلاص من الفرن حبايب قلبي. حابه بس اقول لكم ان انا ايه عملت ايه، سيحت شويه شوكولاته في كيس صغير مش كبير وحطيتهم زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نعمل ايه، هنبدأ نعمل كده. طبعا انت مش حابة حتة ان انت تزوقي البسكوت بتاعك، دي حاجة ترجع لك انت. هنا ده الصاج اللي احنا عملناه بالكاكاو تمام زي ما انتم شايفين كده. البسكوتة بتاعتي شايفة مفرغة ازاي، مفرغة كلها وجميلة جدا. هبدأ بقى هعمل ايه هنا بقى كده. هنبدأ نعمل ايه، هنبدأ نعمل نفس اللي عملناه في البسكوت، بس الفرق ان هنا معايا شوكولاتة بيضة. خلاص هنا بقى نبدأ هنركن ده، نجيب بقى شوكولاتة تكون جفت معانا التانية ونبدأ نشتغل فيها. طبعا انا ما ينفعش اشكل البسكوت بتاعي وهو سخن. انا مسيحة هنا شوكولاتة على حمام مائي زي ما بنعمل. خلاص هبدأ بقى اجيب بسكوتة وهحطها كده زي ما انتوا شفتوا. خلاص وهسيبها بقى لحد ما ايه ما تبرد. بقى يا حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا خلصت. هي الوصفة بتاعتنا ما خدتش كل كمية الكوباية ونص دي، خدت مني حوالي بالظبط كوباية ومعلقتين. خلاص دي النتيجه اللي طلعت معايا. عايزه اقول لكم والله وانا بشتغل الحاجات دي والله ولادي بياكلوها، مش مستنين لما حتى اعرضها واوريها لكم، بياكلوها مني ومش بيخلوها. زوقت بقى بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده. اي حاجه باي طريقه بسيطه خالص، انا ما حاولتش ان انا افنن في التسويق وسبتها حاجات طبيعيه علشان كلنا نقدر نعملها. انا طبعا دي اول حلقه من حلقات البسكوت، لسه في اصناف بسكوت كتير جدا انا هنزلها لكم، وفي كوكيز انا نزلته بتاع البسكوت القهوه، وهنزل لكم انواع بسكوتات كتيره جميله وحلوه ولذيذه ان شاء الله. انتظروني، وصفات حلوه ان شاء الله جميله هنزل لكم كل يوم وصفه تكون لذيذه وتكون خفيفه واقتصاديه معاكم، وتقدر توفري وتشتغلي وتعملي لاولادك احلى حاجه ياكلوها في العيد. وقوموا طبقوا، وهسيب لكم لينك الفيسبوك تطبقوا وتنزلوا الوصفه عليه. هسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.